قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان ده بيحمسنا نستمر جدا، ولو على الفيسبوك اعمل لنا متابعة. Thank you. بيبدأ الفيلم بشخصية نيكولا واللي بيكون عايش مع مراته في الطبيعة في مدينة اسمها دونباس، وبتكون عيلتهم اسمها فورونينكو، وبنعرف انه عبقري وعالم في الرياضيات وعلم البيئة والفيزياء، وكمان هو مدرس في المدرسة الثانوية. ولما بيروح نيكولا المدرسة بيشوف اخبار احتلال الجيش الروسي لشبه جزيرة القرم، وبيكون في الفصل ولد اسمه ايفن واللي بيكون واضح انه عنيد ومتزمت. وبعد ما الحصة تخلص بيقول ايفن لنيكولا انه مش مكانه وانه دخيل عليهم. بعدها بنشوف الجيش وهو بيجتاز الحدود، وبيكون راكب نيكولا عجلته ورايح للمدرسة، وبيلاحظ 2 من الجنود وبتكون نظراتهم مريبة لكنه بيتجاهلهم وبيكمل. ولما بيوصل بتكون المدرسة فاضية، وبيلاقي اخبار على التلفزيون ان الجيش الروسي استولى على منطقة جديدة من شبه جزيرة القرم، وبيحس ان مراته في خطر فبيرجع بسرعة، وبيلاقي الاتنين اللي شافهم بيحاولوا يعتدوا عليها، وبيحاول يدافع عنها لكنه ما بيعرفش، وبيطلب منهم ما يضربوهاش لانها حامل، وبيتهم الجيش مراته بانها خاينة. وبيدخل واحد من الجنود وبيلاقي ان بيتهم عادي فبيحرقوا وبيمشوا، بس قبلها بتحاول الزوجة تهجم على الجنود وهم بيضربوا عليها نار، وما بيقدرش نيكولا يعمل حاجة وبتموت وهي بين ايديه. بعدها بيلاقيه 2 مسلحين وبيسألوا عن هويته، وبيعرفوا انه منهم، وبيحفروا قبر لمراته المتوفية، وبيلاقي وسط حيطان بيته التمثال اللي اديتهوله وبيدفنها، وبيكون متماسك جدا. ولما بياخدوه لقائدهم بيرفض وجوده لانه ما يعرفش حقيقته وانه ممكن يبقى جاسوس، وبيحاول ياخد نيكولا سلاح لكن بيوقفوه وبيفكروه كان عاوز ينتحر، لكنه بيقول لهم احنا لازم نطردهم من ارضنا. وبيكون واضح انهم مجموعة ما عندهاش خبرة، وبيبدأ نيكولا يتدرب معاهم، وبيكون وحش جدا في تركيب الاسلحة، وبيسألوا قائد لو كان سعيد معاهم وهو من دعاة السلام، لكنه بيقول له انه مش من دعاة السلام وان رمزه هو الغراب. فبيتريق عليه الرئيس وبيقول له ان الاسم الرمزي محتاج وقت علشان يكتسبه، وبيفضل مستواه في تدريبات ضعيف لكنه بيكون اكتر واحد بيعافر بين اصحابه وما بيستسلمش، وبيتطور مع الوقت. وبيعلن القائد عن احتياج المتطوعين للقناصة وبيسألهم مين بيتطوع، وبيكون الغراب واحد منهم، بس بيستغرب القائد وبيقول انه حتى ما بيعرفش يفضي خزنة الايكي. عشاق بابجي انا شايفكم، فازاي هيستخدم القناصة؟ وبيضحك كل الموجودين، لكن الغراب بيقول له انه يديله فرصة ويوريله انه يقدر يفكك ويجمع السلاح في 20 ثانية، وده وقت قياسي. فبيديله القائد فرصة وبيغمي الغراب عينه وبيستغرب كل الموجودين، بس بينجح فعلا وفي 18 ثانية، وبيسقف له كل الجنود. وبيحضر الغراب دروس تعليم القناصة، وبيعرف انه علشان ما يتقبضش على القناص لازم يضرب رصاصه اثناء ضرب النار بالرشاشات او باي سلاح علشان يكون في ضوضاء. وبعدها بيستلم الغراب سلاحه وبيكون SKS، لكن ما بيعجبوش لان الباقي استلموا SVD. بس بيتعصب القائد وبيبدأ يزعق وبيقول له ان في الجيش بتاخد سلاحك وتمشي ومفيش مجال لكلام، وفعلا بيسكت وبيمشي. وبيبدأ الجنود يتريقوا عليه بسبب سلاحه وبيهزر معاهم وبيضحكوا مع بعض. وبتكون القاعدة الأساسية للقناص هي الحفاظ على التخفي والهدوء، وبيضرب الرئيس طلقة جنب كل قناص واللي بيتحرك كان بيقصيه، وبيبدأ يكلمهم عن قناصة اسمها دراجونو وبيوصف لهم قدراتها ومداها. وبيعرف الغراب ان في حالة كانت بندقية العدو افضل فده معناه ان حظه وحش، بس في الحقيقة اللي بيخلي القناص خطير مش سلاحه بل ذكائه وتحمله. وبيبدأ يقيم قدراتهم في التصويب، وبيكون سلاح الغراب وحش جدا وبيمنعه من التصويب على الهدف، وبيشرح لهم القائد ايه الطريقة اللي يقدروا يحسبوا بيها المسافة، وبيقول لهم انهم مش هيحتاجوا لآلة حاسبة، وبسبب ان الغراب عالم في الرياضيات بيكون الموضوع سهل بالنسبة له. وبيفشل الغراب في التصويب لكن بنعرف انه ما اطلقش رصاصته، ولما بيطلقها بتكون ضربة مثالية وبينبهر القائد وبيديله العلامة الكاملة. وبتخلص فترة التدريبات وبيبقى الغراب قناص من
الدرجة الأولى، وبيتعهد بالحماية والدفاع عن أوكرانيا. وبتبدأ أول مهمة للغراب، وبيكون على وشك بدء المهمة، لكن بتمنعهم عربية فيها مدنيين وبيوقفهم الجيش الروسي وبيعتدوا عليهم. فبتبدأ المهمة وبيحاول واحد من أفراد الجيش ياخد البنت كرهينة، لكنهم بيقدروا ينفذوا المهمة بنجاح ويعلقوا العلم الأوكراني على الجدار. بيرجع الجنود للقاعدة وبيسأل الغراب عن كليم ودوناي، بس بيعرف إنهم لسه في مهمتهم، وبيكون المقر عبارة عن مدرسة مهجورة، حتى إن الكتب لسه في مكانها، وده بسبب هجوم الروس عليهم. وبيرجع بعدها دوناي وبيسألوا الغراب عن كليم، لكنه ما بيردش. وبيفتح صندوق العربية وبنلاقي إن كليم ميت، وبنعرف إن أسلحة روسيا خطيرة جدا لدرجة إن الرصاصة ممكن تخترق مدرعة، ما بالك بجسم إنسان. فبيقرر القادة إنهم يحتلوا خندقهم بسرعة، وبيحطوا خطة وبيكون فيه احتمالية استخدام قناصة. وبيستعد الغراب للمهمة وبيجهزوا متفجرات في الغابة، وأول ما بيقرب الجيش الروسي بيفجروها. بس بيلمح الغراب إيفن، وبشكل عفوي بيقولوا الغراب اسم إيفن، وبيلاحظ القائد ده. فبيسألوا القائد مين إيفن ده، فقال له إن ده كان تلميذه القديم، بس بيكون الأوان فات خلاص. وبيقول له القائد إنه أخد قراره بالفعل. بعدها بيدخل الغراب على القائد وبيلاقيه قاعد لوحده، وبتكون فيه صورة. فبيسأله عن الناس اللي فيها، وبيقول له إنها عيلته. وبيسأله لو كانوا بناته يعرفوا هو بيعمل إيه، فقال له إن مراته فضلت ما يعرفوش، وإنهم مفكرين إنه في رحلة عمل. وبيلاحظ القائد التمثال الخشبي اللي مع الغراب، وبيسأله لو كانت تميمة حظ، بس بيقول له إنها عيلته. وأثناء مهمة الجيش بيكون في 2 من الجيش الروسي، ولما بيركز بيعرف إنهم الاتنين اللي قتلوا مراته. وبيقول للقائد إنه يقدر يقتلهم، لكن القائد بيرفض. فبيعيد الغراب جملته مرة تانية، وبيرفض برضو القائد، لكنه ما بيسمعش الأمر، وبيضرب على واحد منهم وبيقدر يتخلص منه. بس تاني بيستخبى وبيبلغ عنهم، وبيكون في قناص روسي على مسافة مش بعيدة، وبيقدر يتخلص من القائد. وبيهجموا على الغراب بالقذائف، بس بيقدر يهرب مع جثة القائد، وبيكون هو السبب، وبيتوجه له اللوم على تسرعه. فبيحس الغراب بالذنب، بالذات لما بيشوف صورة عيلة القائد. وبعدها بيكون في 2 من القناصين الروس، واحد في الهانجر والتاني متخفي بين أكياس الزبالة. وبيكون الغراب مترصدهم من بعيد، ولما حاول القناص التاني يتحرك قدر الغراب يشوفه وبيقتله. فبيضرب عليه القناص اللي كان في الهانجر، لكن الطلقة بتصيب دراعه، وبينجح الغراب انه يصيب القناص التاني بطلقة. بعدها بتيجي مكالمة للغراب، وبيعرف ان في 2 من الجنود الأوكران ماتوا، وبيطلب منه انه يحضر اجتماع. وبيوصل الغراب وبيكون الاجتماع في مقر تدريبه القديم، وبتوصل معلومات عن القناص المطلوب، وبيكون نفسه الشخص اللي قتل القائد، لكن مكانه بيكون صعب جدا بسبب الكيماويات اللي لو انفجرت ممكن تسبب كارثة بيئية. فبيكون في خطة لتجنب الانفجار، وبيكون أساس الخطة دي هو الغراب نفسه، عن طريق انه هو اللي يقتحم المقر. وبينجح الجنود انهم يوصلوا لمقر العدو، والأول مرة بيكون هجومه مباشر مش مجرد قنص. وبيقدر يقتل جندي، وبيكون الجندي تاني هو نفسه اللي هرب. وبيخلع الغراب قناعه وبيستغرب انه المسالم، وبيقول له كان لازم وقتها اقتلك. وبيقتلوا الغراب وبيحقق انتقامه. بيبدأ الهجوم الشامل من الجنود الأوكرانيين، وبيكون في جندي من الجيش الروسي بيضرب بالرشاش بشكل عشوائي. ومن ناحية تانية بيقدر الغراب انه يبيد الفريق التاني، وبيوصل للمقر وبيطلب القناص الروسي الدعم، وبيقولوا له ان الدعم هيوصل بعد 10 دقايق. ولما بيوصل القناص لمكانه بيلاقي قدامه تمثال الغراب الخشبي اللي بيكون مستخبي فوقه، وبيرمي بعدها قنبلة وبيتخلص من الفرد التاني. وبيوصل الدعم الروسي، بس اللي بيرد عليهم بيبقى الغراب اللي بيضرب أول طلقة، وبيقدر الجيش الأوكراني يبيدهم كلهم. بيروح الغراب بعدها لقبر مراته، وبيطلب منها يحتفظ بالتمثال، وبيكمل حياته كقناص في الجيش الأوكراني. وبينتهي الفيلم.